بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. أهلا وسهلا بكم أعزائي وأصدقائي وحبايبي جماهير برنامج طريق النجاح. طريق النجاح وطريق السعادة طريقين بيؤدوا لبعض. يترتب السعادة على النجاح، ويترتب النجاح على الكفاح وتخطي العثرات وتحدي الواقع وتحقيق الأهداف المعلنة والمنشودة والمنتظرة. النهاردة معانا من طريق النجاح ضيف عزيز علينا، ست المستشارة شيماء، ورحلة نجاح لم تصل إلى القمة ولكنها في طريق النجاح. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ شيماء. تشرفت بيكي، وجمهورنا العزيز يحب يتعرف بيكي ويحب يعرف مين شيماء علي. شيماء علي يحيى، 35 سنة، محامية. أهلا بيكي. خريجة دفعة كام؟ 2019. 2019. زاولت المهنة بعد ما تخرجتي على طول ولا خد وقت الكلام ده؟ أول ما اتخرجت خلصت، طلعت الكارنيه، اشتغلت على طول. كان مين مثلك الأعلى؟ طبعا الأستاذ فريد الدين، الأستاذ رجاء عطية، والشباب الأستاذ أحمد فتحي سرور، وفي طبعا ناس تانية كتير بس دول نبغة يعني. قامات طبعا، قامات وناس ما شاء الله، يعني من قمم المحاماة في مصر. الحقوق تنسيق ولا رغبة ولا حب؟ لا بصراحة أنا كنت بحبها، كانت قدامي كذا حاجة تانية أقدم فيها، بس أنا كنت حباها من الأول، من وأنا في ثانوي. مجرد ما تحقق حلمك ودخلتي الجامعة في أول يوم، كان أول حاجة حلمتي بيها من أول ما دخلت المدرج وأول محاضرة اتقالت، حلمتي إن شيماء توصل فين وتكون فين وتعمل إيه؟ بصراحة هو دايما بيدخل حقوق بيفكر في النيابة كتير قوي. نسبة بسيطة بتفكر في المحاماة. بعد فترة لما بيبدأوا يدرسوا المواد ويتعمقوا فيها بيحسوا إن المحاماة ممتازة، وتعرفهم حاجات كتير ما كانتش معروفة، ويدخلوا في مجالات كتير. وبعد كده بقى كل واحد بيحدد هوايته، بس أنا من أول ما بدأت أنا كنت يعني عارفة إن أنا عايزة أبقى محامية. طيب تفتكري أول قضية اترفعتي فيها؟ كانت قضية أسرة، كانت خلع. وربنا كرم بإيه؟ طبعا ربنا كرمني وكسبتها الحمد لله. الحمد لله. طيب ايه القضية اللي لما اتعرضت عليكي قبلتيها بقلبك، تعاطفتي جدا مع الحالة ومع مع المتهمين، وتعاطفتي اكتر مع الأسرة؟ وايه القضية اللي برضو رفضتيها بقلبك؟ في قضية تعاطفت معاها قوي، كانت مشاجرة. هم. كانت الناس فعلا يعني مضروبة جامد ومتأثرة قوي، وكان محطوط عليها جامد، يعني كانت تحت الصفر بصراحة. تمام. فوقفنا معاه والحمد لله كسبوا القضية، وحولناها من ضرب للشروع في قتل، وكانت ممتازة. تمام. طيب وايه القضية اللي حضرتك اول ما جاتلك رغم اقتناعك بالدوافع والدفوع وكل شيء ممكن يوصل للبراءة، بس قلبك كان رافضها؟ كانت قضية اغتصاب مم. شباب لبنت معينة، بس ما حبيتهاش، حسيت انها فيها إدانة مش تمام 100%. تمام. فانا بصراحة ما كملتش فيها. طيب مين الداعم اللي دايما بيديكي الثقة ويدفعك لقدام ودايما بيقولك انت حد متميز جدا في المحاماة؟ مين اكتر داعم؟ بصراحة يعني احنا عندنا الدايرة كلها كويسين جدا وبيساعدوني، لو استشرتهم في حاجة ما بيبخلوش عني. بس عندي أستاذتي اللي اتدربت عندها لسه بتساعدني لغاية دلوقتي، ما تأخرتش عني في حاجة. وكملت بقى مع ناس تبع الجنايات. الأستاذة مين؟ أستاذة إيمان الشيمي. بنحيي من برنامجنا الأستاذة إيمان الشيمي، الداعم والمعلمة الفاضلة والمحامية الكبيرة. تحياتنا ليها من أسرة البرنامج. شكرا يا ست. اتفضل. ليا اخ وصديق كبير، مستشار كبير فعلا. بعتز بقراراته قوي، وليه مكان في النقابه، كان بيساعدني برضو الاستاذ احمد. وطبعا عندنا نبغه، يعتبر الدايره بتاعتنا النمسا. تحياتنا ليهم جميعا، واي حد بيدعم اي حد لسه في بدايه طريق النجاح يستحق كل الثناء والتقدير. وصلتي لغايه فين في هدفك وحلمك؟ بصراحه وصلت لمكانه كويسه جدا. في الاول ما كنتش متخيله اوصل لها بالسرعه دي، بس عايزه لسه اكمل تاني. حلو، ما احنا لسه على طريق النجاح. تمام. لما نوصل لقمه النجاح، شيماء
عايزه تكون فين؟ عايزة بصراحة ابقى مستشارة كبيرة وامسك قضايا جنايات صعبة جدا. يعني عايزة ابقى اكتر حاجة او اكبر قسم بحبه الجنايات قوي. ليه؟ وحابة هي اكبر قسم شغل عندنا، وفي نفس الوقت كلها فيها حاجات جديدة، كل قضية بتتفاجئ فيها بحاجة. في ناس بتقول ان هم شبه بعض، بس لا، بتختلف. الكمية، الوزن، طريقة الضبط، فيها مم. اختلافات جامدة. مم. بس هي متشعبة جدا، وفيها طبعا حاجات كتير، ثغرات ممكن توصل ليها وبتثبت بيها نجاحك. تمام. طريقه تناول اي محامي للقضايا، هل هي طريقه تيبيكال ولا كل واحد ليه طريقته، ولا كل واحد ليه تحضيراته وتجهيزاته ومواد المعينه اللي بيستند عليها، ولا هي المواضيع دراسه قانون وبنطبق بس؟ لا لا طبعا. اولا في قضايا كتير كلها بتبقى شبه بعض في المحضر، في الصيغة ذات نفسها، مم. بس بتختلف، وكل محامي لازم يضيف حاجة جديدة من عنده. مم. ولازم تبقى ليه نقطة فاصل بيطلعها بقى من مذاكرة القضية واجتهاده عليها والتحريات. لما بيشتغلها من الأول خالص بيبدأ يعرف تفاصيل ويقدر يخرج إيه كل العيوب اللي فيها أو الثغرات اللي موجودة فيها. تمام. اكيد حضرتك برضو بتشاهدي دراما، وشفتي ان الدراما تناولت من زمان استاذه فاطمه المحاميه عن طريق فاتن حمامه، مع سبق الاصرار غادة عبد الرازق، استاذه نعمه كانت مي عمر، واخرنا في رمضان برضو كان عندنا عبد الستار الكف محمد هنيدي. ايه اقرب شكل او اقرب كاركتر للمحامي حد من دول لمس فيه وتناوله؟ بصراحة نعمل أفوكاتو. حسيت ان هي من الواقع، اه حد بيكافح لغايه ما وصل لكذا، ناجحة قوي وزي بتذاكر وشاطره. ومتكلمة وفهمت أساسا الموضوع، ما كانش تمثيل بس، مم. وأتقنت الدور كويس. واحنا فعلا فينا شبه كبير، جزء كبير من المحامين زيها كده بالظبط، مم. اللي هو لينا حياة ومحاميين في نفس الوقت وشاطرين متفوقين فيها جدا وعايزين نكمل. وهي فعلا كانت طموحة جدا في المسلسل. هل في وقت من الاوقات تعارضت المحاماه مع حياتك الشخصيه في بيتك؟ لا بصراحة هما بيساعدوني جدا، وزوجي بالذات يعني هو سندي، ومن أول ما بدأت بيدعمني وبيقف معايا، وأي تأثير مني بصراحة هو بيتجاوزه، لأنه حابب يشوفني أحسن. والله هو بص يعني، فخور بيا وبيقول كده في كل مكان، يعني من بداية ما كنت لسه بادئة أطلع. نتمنى ان هو النموذج الذي يحتذى به لاي زوجه عامله يكون بالشكل ده، ان هي في الاخر نازله، مش نازله بس عشان تشتغل، نازله تحقق نجاح. فانا بحب نوعيه الزوج اللي بيدعم النجاح ده، اللي بيسنده، اللي بيقف وراه. لكن في نوعيه من الازواج بتبقى غيوره لدرجه ان هي بتحط نفسها في مقارنه دايما مع الزوجه ونجاح الزوجه، فده بيخلي الامور بتشتد، بتبقى اصعب. لكن بالفعل الزوج الواعي المثقف المحترم اللي بيدعم وبيسند الزوجه في طريقها بيبقى هو اكتر حد يتسقف له، لان هو كان السند وهو اللي ما حطش العراقيل عشان توصل هي للهدف اللي عشانه اتعلمت المفروض يعني. أيوة طبعا. طيب، هنقول حاجه تاني. بالنسبه لحضرتك، اولادك علاقتك بيهم ايه؟ كويسة جدا، وأنا عندي 3 صبيان. بس علاقتي بيهم كويسة، وهم ناجحين جدا في دراستهم، من الأوائل كل سنة مدارس لغات. ما شاء الله. وبصراحة بحاول ما أقصرش معاهم خالص، وهم بيحاولوا يكملوني طول ما أنا بره، إن هم ما ينزلوش المستوى بتاعهم عشان ما يقولوش إن مامتهم اشتغلت أثرت معاهم. ما شاء الله. طب فيهم بذرة محامي؟ فيهم حد كده حاسة فيه انه هيكون لا هيسلك المسلك بصراحة ده؟ يعني عندي 2 ممكن طب، ما شاء بسم الله الله. ما شاء الله. ربنا يخليهم لك يا رب. والصغير ده لسه بقى بنشوف الدنيا ايه. ربنا يكرم بإذن الله رب العالمين. لو صحينا من النوم لقينا خبر على السوشيال ميديا ان شيماء علي بقت نقيب المحامين، ايه القرارات اللي ممكن تقوليها حاسة ان لو هي قررناها ممكن تعدل او تحسن اكثر حال المحامي وسرعة القضاء، او ايه القرارات اللي ممكن تقوليها لتعديل بنود معينة في اي حاجة؟ وبصراحة حابة أتكلم عن الأجور، المعاشات بالذات للمحامي لما بيخرج على المعاش. حد أدنى للأجور 1200 جنيه، مم. فده طبعا صعب قوي إن هو يتعايش بيه، مم. قليل جدا، فنحسنه شوية. ده معاش النقابة. اه
طيب نحسنه شويه بناء عليه، بناء على قرار وبناء على موارد معينه او فكر ممكن يوصلنا للتحسين ده؟ هما بيطلبوا طلبات صعبة قوي، وعايزين كل التوكيلات وكل القضايا مثلا اللي المحامي اشتغلها. طبعا بعد السن باستحالة يقدر يجمع كل الحاجات دي، امم فهم اكيد الحاجات دي مستجلة عندهم، تمام. يقدروا هم يفرزوها ويطلعوها ويستشعروا بحالته. يعني 1200 ده دلوقتي صعب جدا، يعني ما يفتحش اي حاجة. فده بقى مع بعض هم بيحلوها. يعني دي اول حاجة افكر ان انا احلها او ان انا لازم ارفعها. تمام. طيب لو سالنا هنا عن قضيه اجتهدتي جدا فيها وما حلفكيش الحظ، وقضيه كنت بتتعاملي معاها بان هي قضيه سهله جدا، واكتشفت ان هي فيها نقط كتير قوي محتاجه عنايه عشان تخلي المتهم ده من بريء لمتهم او من متهم لبريء. قضية كانت صعبة عليا مثلا وبقت سهلة اه. أو حستها بسرعة. امم كانت جناية امم سرقة، امم وكنت حساها يعني كارثة صعبة قوي. وكنت بصراحة أنا الست دي كانت واصلة 60، وأنا شايفة إن الدنيا كلها بتقول إن هي فعلا سرقت، امم وكل حاجة ضدها، تحريات الورق ذات نفسه، لأن إحنا بنطلع شغلنا من الثغرات اللي في الورق أكتر حاجة. تمام، من بين السطور. امم تمام. فكانت كل حاجة بدينها. بصيت لقيتها في جلسة مع القاضي أخدت براءة، مع إن أنا كنت متأكدة إنها هتاخد إدانة. طيب ايه عندي الإحساس ده جامد. البراءة كانت على اساس ايه؟ القاضي بص أولا لسنها، و... وبرضه هو اللي نظرته في قراية الورق غير نظرتنا. يعني هو برضو ليه نظرة تانية القاضي خالص. والمستشار في قراءته الورق بيستشف حاجات تانية، أيوه طبعا. يعني ممكن تكون بتعدي عليكم، يعني هو برضو مش كل حد هيلم مش بكل كل شيء. حاجة أنا زي ما أنا شايفاها هو بيقتنع بيها. امم عندي الورق ممكن قدامي تمام قوي، والثغرات قدامي موجودة، بترفع فيها كويس قوي ويديني حكم. طيب قضية ياسين المثارة اليومين دول، اعتقد ان الحكم فيها كان بسرعة جدا جدا جدا، والرأي العام كان فعلا كله متجه لده، ان لازم يكون في محاكمه عاجله. هل انت شايفه ان ال 25 سنه اللي خدهم المتهم ده بالنسبه لسنه 80 سنه، هل ده حكم مناسب، ولا كان يستحق اكثر، ولا كان يستحق اعدام؟ هو من ناحية المشاعر والرأي العام وطريقة السوشيال ميديا والأخبار هو مناسب، وكان يعني عايزين كمان إعدام. تمام. لكن من ناحية الشغل والمحاماة هو كان سريع جدا. متهيألي كان عايز برضه استجماع أدلة والتهاون شوية يعني ننظر لسنه. مم. الحكم قاسي برضه جدا. ما هو طبعا قاسي. حق ياسين محفوظ، اه وانا متعاطفه معاه، بس برضو كقانون الجلسه كانت سريعه جدا والحكم كان سريع جدا، مم. واكيد في الاستئناف هيتعدل. يعني هو في مجال للتعديل. اكيد هيستأنف. طيب انا عايز في النهايه كده ان شاء الله رب العالمين حضرتك بتوجهي كلمه لاساتذتك الداعمين، كلمه لزوجك واولادك، كلمه لشباب الخريجين من الحقوق. تمام. الشباب بقول لهم يعني يصمموا على استكمال مشوارهم، لان في الاول المحاماه اجرها ضعيف جدا، فتره التدريب وشغل ومشاوير بهدله، وممكن تروح كذا محكمه في اليوم. فبنيجي في فترة لا كفاية، نكمل شركات، أشوف وظيفة، أثبت في حاجة. الشباب بتقلق وبتحاول بسرعة عنها. تمام. لو اللي هيستحمل وهيكمل بجد هي قدام شوية خطوة ممتازة. لكل مجتهد النصيب هيوصل. تمام. لزوجك واولادك بصراحة بشكره جدا على وقفته معايا، وربنا يطول لنا في عمره. لمصر. مصر طبعا ربنا يعليها كمان وكمان، ودايما في تقدم، وربنا يكرمنا كلنا. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله نكمل اسئلتنا مع الضيفه، الاسئله الشيقه والردود الاكثر واقعيه، وان شاء الله فاصل ونعود باذن الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج طريق النجاح.
عودة مع المستشارة القانونية الأستاذة شيماء علي. أهلا بك يا أستاذة شيماء. أهلاً بسيادتك يا فندم. كنت حابب أسأل سؤال. العشم، يا ترى العشم إيه الدور اللي ممكن ينغص بيه المحامي؟ هو طبعا العشم موجود في كل المهن، بس في المحاماة بيبقى زيادة شوية. وطبعا احنا أرياف، فعندنا الأقارب، الجيران، المعارف، أي حد ليه معرفة بيك. لو حتى مدرس في مدرسة مم. وعارف إن أنت محامي وحصلت عنده حاجة، بيبقى عنده عشم إن في معرفة. طالما في معرفة في عشم. طبعا الموضوع ده بيأثر عليك، لأن هو بيبقى عايزك تأدي أكمل وجه. تتفرغي له، تمام. مش عارف ان انت حد ليه 24 التزامات، ساعة هو خلاص بالعشم في ممكن اليوم. كده خلاص هو تمام. اه. وعايز يسأل في أي وقت، ومتاح له إنه يكلمك ويسألك 100 مرة في اليوم. طبعا ده بيقلقنا. مع كمان إن هو بيبقى فيه عشم مادي، مم. اللي هو باصص بقى إيه، دي عندك النهاردة، دي عندي بكرة. اه. أنا ممكن أستثني مثلا الأجر بتاعي. بالنسبه لكن للناس الحالات الخاصه او الناس الغير مقتدرين، لكن هو المتعب بس في في الموضوع إجراءات. ان يبقى العشم من حد مقتدر، المفروض عارف ان حضرتك تمام. بتمتهن بنوضح له بقى المهنه ان دي. في حتى لو المصاريف، واحنا نستثني حتى الاجر بتاعنا. مم. لان طبعا احنا بنصرف جامد، ودلوقتي كل حاجه بغلا، واحنا بندفع كل حاجه، وكل ورقه ليها ثمن في المحكمه. تمام. فطبعا بنطلب منهم حتى لو الاجر اللي هو المصاريف الاداريه، واحنا نستثنى الاجر بتاعنا. تمام. طبعا ده بيأثر علينا. اكيد طبعا، يعني هو اللي احنا عايزين نوضحه ان العشم في ان انا اخدمك بقلبي، بان انا اهتم اكتر زياده بحاجه تخصك، لكن العشم المادي في حد بيمتهن مهنه بيبقى صعب شويه. انا خدمتي ليه اكتر في ان هو ممكن يطلبني في وقت غير متاح، مم. وانزل معاه. حد اتمسك بالليل متاخر، بضطر انزل معاه بسرعه. تمام. اعمل له تلغراف. هيطلع في العرض وبيأخروا شويه وبيرخموا، لازم نروح ونصرف وبتاع، اروح انا واسطه او مجامله نجيبه. مم. ده اللي ممكن اجامله فيه. اما ان انا امسك القضيه كامله واجري فيها ومصاريف، وممكن يوم انا مش متواجده بنزل محامي او محاميه زميله بالشغل. تمام. ده طبعا محتاج مصاريف. مم. فهم بقى بيبقى عايزينها العشم من العشم ان انت تشيل الموضوع شاكب راكب كده. هنيجي نتكلم دلوقتي عن في اكثر القضايا المطروحه حاليا على الساحه اللي بتجيلك تكون ايه؟ هي قضايا المخدرات اكتر حاجه منتشره دلوقتي. مم. اديلها كام سنه، وعندنا في الارياف بقت منتشره جدا. اطفال في سن ال10 سنين، عايزه اقول لك، يوقفوا يشربوا ويبيعوا. مم. عندنا مركز البدرشين له دور عظيم فيه، وبشكر احمد يحيى المباحث، رئيس المباحث بتاعنا. طبعا بنشكر احمد بيحيى رئيس المباحث طبعا. وطبعا عبد الرحمن كامل ومحمد زغلول الرائد بتوعنا، عاملين مجهود جامد في تجار المخدرات. تحياتنا ليهم طبعا. سياده الرائد، احنا عارفين ان اقسام الشرطه بتحاول بقدر الامكان بكل ما اوتيت من قوه ان هي تتحدى وتقضي على الظواهر اللي بتؤرق المجتمع دي، واكيد انت كمحامي ليكي دور. هل دورك فقط الدفاع عن هؤلاء، ولا ان انت بتتنحي عن قضايا كتير بتحسي ان الاولاد دي خطر او قنبله موقوته في المجتمع؟ في قضايا ممكن نرفضها من اول ما نشوفها، امم. وده ممكن بيتوقف على الكميه. مثلا لو لقيت تاجر كبير ممسوك فعلا بكميه كبيره وهو معروف من صيته، ده بنرفضه، لان احنا كده بنساعده. تمام. خرج كذا مره ومستمر في نشاطه الاجرامي، فكده ده صعب. طب ليه الظاهره الحاليه ان احنا شايفين ان الفئه الموجوده بكثره، الشباب والاطفال اللي هو سن من 12 13 لغايه سن 17 18 20؟ الشباب اللي طالع جديد كله باصص للتليفونات تطلعات. والنت، محتاج تطلعات. فلوس، والمصاريف طبعا الدنيا ضيقه على الناس كلها، فبيستسهلوا الطريقه جدا. ده اسهل طريق دلوقتي بيبقوا سهل في الاستقطاب طبعا. فبيستدرجون بسهوله جامده بدون تعب ولا مجهود، والاطفال دي بتستجيب عشان احتياجاتهم الماديه. وجيل ضايع كامل بسبب المخدرات عندنا. طب لما بيجي لحضرتك حد من اهل الموكل ده وبتقعدي معاه وبتقرا القضيه، ايه نصايحك للاهل؟ انه يبقى فيه رعايه من الاول، من سن صغير، واهتمام ومراقبه، لان الطفل ما بيتحولش بسهوله كده. لازم بيبقى فيه تاثير
وبيطلع خطوه خطوه. مثلا بيبدا بشرب السجاير، لو هم ما لاحظوش مش هيلاحظوا الخطوه اللي بعدها، فلازم يبقى في مراقبه. وعندنا نسبه كبيره من الاطفال بتسيب المدرسه في سن مبكر او بيخرجوا دبلومات مثلا. يعني دول لازم يتلاحظوا، لازم يتلاحظوا جامد، لان هي اكبر فئه بتستدرك في الوقت ده. يشتغلوا على تكاتك، يشتغلوا في مصانع، لان لسه مش معاهم ورق مستوفي ولا شهادات من جيش او حاجه عشان تعينوا في حاجه. دول اكتر فئه لازم نبقى عيننا عليهم، والرقابه من البيت اهم حاجه. ومحاسبه. انا لما اشوف ابني بيلبس لبس انا ما اقدرش اجيبه له، لما اشوفه معاه موبايل انا ما اعرفش اجيبه له، وشغله اللي بيشتغله في الشارع ما يجيبش الكلام ده، لما اشوف معاه فلوس كتير وما يعرفش يوصل الفلوس دي جت منين وجت ازاي، المفروض يكون في رقابه والديه على السن ده بالذات، لان دول مستقبل مصر وامل مصر. طبعا. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك، اخر قضيه اترفعت فيها مخدرات النهارده النهارده. كان عندنا النهارده زينهم جنايات، كان في قضيتين مخدرات وواحده سلاح، والحمد لله براءه. طب الحمد لله. هل حضرتك في مواد معينه بتستندي عليها وانت بترتبي مرافعتك في الحاجات دي، ولا انت بتستندي اكتر على المحضر وممكن يكون في تريكات ممكن تخش منها او ثغرات او غيره؟ هو على حسب. مم. انت ممكن تمسك المحضر من الاول خالص تلاقي فيه ثغرات، مم. القضيه تمام. مم. طيب في وقت المحضر مستوفي كامل، مم. بس انا مثلا التحليل الطب مم. الشرعي مم. اشوف الشخص بيتعاطى ولا لا، تمام. اقدر بناء عليه بيرفع عني حاجز جامد، بيسد معايا ثغرات في القضيه كويسه. مم. لو طلع بيتعاطى ببدا ابص على الكميه، كميه بسيطه بتمشي تعاطي بس، مم. كميه لو كبيره بتمشي اتجار وتعاطي. مم. فهي بتبقى على حسب ودرجات الكميه والوزن اللي ممسوك بيها المتهم، المحضر تلبس او باذن، طريقه وثيقه المحضر، اتقبض عليه فين بالظبط، لانها بتفرق. كل حاجه عندنا بتفرق، وكل حاجه ليها دخله معينه وليها طريقه بتقدر انت تستنتج منها بعض المعلومات والثغرات وتجمعها، وفي الاخر بتقدر تجازم المرافعه بتاعتك. تمام. لو كنت مستشار ورئيس محكمه، مين من الظواهر اللي في المجتمع تديله اعدام، ومين تتعاطفي معاه وتديله براءه؟ المجتمع كمجتمع ولا كشغل؟ ما اكيد في ظواهر في المجتمع ككل، في ظواهر ما بتعجبكيش من كتر ما شفت ان الناس دي فعلا لا تستحق لقب انسان، لا يستحق الاعدام، او الظاهره نفسها. وايه الظاهره اللي انت شايفاها نشأت بواقع ضغوط كتيره وممكن تتعاطفي ما تديش الاعدام ده وتدي براءه؟ هي ظاهرة الاغتصاب اللي نازلة اليومين دول مم. زيادة شوية، ما كانتش بتظهر في مجتمعنا بالطريقة دي مم. ولا بالكم ده. مم. فده عايزين ليهم طبعا قرارات حازمة، تغليظ العقوبه. بحيث الموضوع ده ينتهي أو يخف زي زمان. مم. طبعا بقى بطريقة بشعة. مم. الظاهرة اللي ممكن نستعطف معاها البدائيين لسه في المخدرات، بس ممكن يعني يصلحوا من نفسهم، تقويم. يعدلوا طريقهم. اه. تمام. ويلحقوا نفسهم، لان كلهم شباب لسه طالعين، فحرام ياخدوا احكام عاليه بيطلعوا سنهم راح وعمرهم ضاع. ولو سايبين بيت او لسه فاتحين بيت بيطلعوا يلاقوا ولادهم بقوا شباب، ولا يقدروا ينصحوهم ولا يوجهوهم، بيسيبوهم فتره كبيره. قضايا التحرش بيبقى الحكم فيها ايه؟ وحضرتك لو اتعرضت عليك قضيه زي دي، هل بتبقي متعاطفه مع الشخص ده، ولا انت بتحاولي تجيبي له العقوبه القصوى؟ هي القواضي دي يعني احنا ما بنقبلهاش دايما. مم. وعلى حسب ورقي الاول، لازم ابص عليه. مم. لو الورق كويس والشخص شفته ليه كم نقطه اللي هي صادق يعني، مم. ده ممكن نقبلها. لكن طبعا لو مجني عليه ومظلوم او مظلومه، ده ما بنقدرش نيجي جنبيه، لان كده احنا هنظلمه على الظلم اللي هو الظلم بصراحه. يعني ما بنقبلهاش يعتبر عامه. او تمام. انا بتكلم عن شخص. تمام. عايز اقول لك حاجه في نهايه حلقتنا، شرفتيني جدا، ويا رب يكونوا الساده المشاهدين استفادوا واستمتعوا بلقائنا بيكي ان شاء الله رب العالمين. وفي نهايه كل حلقه تقليد جديد احنا بنعمله، بنكرم الضيف اللي على طريق النجاح، وعشان يزداد دعما. وان شاء الله نتقابل بعد كده ان شاء الله في القريب العاجل، وحضرتك بقيت المستشاره اللي كنت بتحلمي بيها.
بشكر سيدي. وعايز اقول لك حاجه، ان طريق النجاح يشرف بالنماذج اللي زي حضرتك، ودايما يا رب نشوفك على طريق النجاح، وكل حلقه هنلتقي بضيف على طريق النجاح. وعايز اقول لك ان احنا عاملين لك مفاجاه النهارده، جايبين لك 2 من صديقاتك وحبيباتك هيحضروا معانا تكريم حضرتك على المجهود الجميل، وعلى ان انت احدى الموجودات في طريق النجاح. استاذه الشاعره سلوى الشريف، والاستاذه المحاميه الاستاذه رحاب صابر، لما عرفوا ان انت هتسجلي معانا النهارده اصروا ان هم يجوا يكرموكي معانا. انا سعيده جدا بيهم، وهم اكبر هديه عندي بصراحه. يا رب يكتر حبايبك شكراً باذن الله، لك حابب كل خلق سنة. فيكي، ودايما كده باذن الله نشوفك ناجحه ومتشكرين. الف شكر لك يا ألف استاذ شكر جمال. يا فندم. شكرا. شكرا اصدقائي المشاهدين ليكم، وشكرا لحلقتنا الجميله مع ضيفتنا الرائعه المستشاره شيماء علي. شكرا لكم، وعلى وعد بلقاء وحلقه جديده مع ضيف جديد على طريق النجاح. بشكركم، بحييكم.